السلام عليكم ورحمة الله. أنا مس إسراء. لو أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن lesson 3، يعني الدرس الثالث. في الدرس الثالث بيتكلم عن البلانت adaptations. يعني ايه البلانت adaptations؟ يعني تكيف النبات. يعني زي ما الإنسان والحيوان بيتكيفوا مع الظروف الصعبة وبيعملوا حاجات تخليهم يقدروا يعيشوا في الظروف الصعبة وما يموتوش، برضو النبات عنده القدرة ان يعمل حاجات معينة تخليه يقدر يعيش في الظروف الصعبة. فبيقدر يعمل structural adaptation وبيعمل behavioral adaptation. structural adaptation يعني حاجة في تركيبه ربنا خالقها بتخليه ان هو يقدر يتكيف في الظروف الصعبة دي. اما البيهيفيرال ادابتيشن حاجة بتكون في سلوكه بيعملها عشان يقدر يعيش في الظروف الصعبة. فالبلانت برضو بيكون عنده structural adaptation، يعني تكيف تركيبي، حاجة في تركيبه كده بتخليه ربنا مديهاله بتخليه يقدر يعيش في الظروف الصعبة. وبيكون برضو عنده behavioral adaptation يعني تكيف سلوكي، حاجة في سلوكه. يعني ايه حاجة في سلوكه؟ يعني حاجة بيعملها عشان يقدر يعيش في الظروف الصعبة. هنا مديلي السؤالين في الأول، بيقول لي يحط true or false عشان يمهد لي للدرس بتاعي. بيقول لي هنا الكاكتس plant يعني نبات الصبار is adapted بيتكيف to grow اللي هو ينمو and survive في الغابات المطيرة. هل هو بيكون في الغابات اللي فيها مطرة؟ الصبار لا، الصبار دايما بنلاقيه في الديزرت، في الصحراء. تاني سؤال بيقول لي ان البلانت have structure and behavioral adaptations، يعني النبات بيكون عنده تكيف تركيبي وسلوكي like animals زي الحيوانات to be able to survive in different environments. يعني هو بيكون عنده تكيف تركيبي وسلوكي يخليه يقدر يعيش فين؟ في البيئات المختلفة عشان يقدر يكون على قيد الحياة. صح، احنا لسه قايلين ان هو النبات زي الانسان وزي الحيوان بيقدر يعمل تكيف يخليه يعيش في البيئات الصعبة. احنا عارفين ان البلانتس النباتات بتقدر تنمو في كل مكان، can grow تقدر تنمو in every place في كل مكان، بس لازم المكان ده يكون فيه sunlight يعني يكون فيه ضوء الشمس. بيكون في قاع البحر برضو نباتات عشان ضوء الشمس بيكون واصل لها. فاحنا لازم نعرف ان البلانت عاملة زي اللايك animals زي الحيوانات. plant have structural and behavioral adaptations عندها تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. طب ليه ربنا مديها التكيف ده؟ عشان تقدر help them بيساعدهم ان هم survive، ان هم يكونوا على قيد الحياة and grow وينمو in their different environments يقدروا يعيشوا في البيئات في البيئات المختلفة. النهاردة هنتكلم عن شجرتين ضخمين terrific trees، يعني شجرتين ضخمين مختلفتين وبيعيشوا في أماكن الظروف فيها مختلفة تماما، ورغم كده بيقدروا ان هم grow و survive يكبروا ويبقوا على قيد الحياة لأنهم بيعملوا تكيف تركيبي وسلوكي structural و behavioral adaptations عشان يقدروا يعيشوا في الظروف الصعبة دي. النهاردة هناخد شجرتين، واحدة بتعيش في السافانا فورست، سافانا فورست يعني غابات السافانا، والامازون رين فورست يعني الغابات بتاعة الامازون. البيئتين دول مختلفتين تماما. ليه؟ واحدة فيهم فيها مطرة كتير والتانية فيها جفاف. يعني دي فيها جفاف، السافانا هنلاقي ان هي فيها جفاف، فيها دراوت، فيها جفاف يعني مفيش مطرة مفيش مية كتير. ورغم كده هنلاقي ان احنا عندنا شجرة الاكاشا تري بتقدر تعيش هناك. وهنا هناخد الامازون رين فورست اوف برازيل في البرازيل، في غابات برضو بتعيش فيها شجرة اسمها الكي بوك تري. كي بوك تري بتعيش هناك وبتقدر تعيش في الظروف الصعبة اللي هناك، ان هو الجو معظم الوقت ريني ممطر. فخدنا بالنا هنا الظروف عكس بعض. يعني هنا السافانا بيكون في lack of water يعني في نقص في المية، extreme lack of water في نقص في المية. طالما نقص في المية يبقى أنا عندي drought، عندي جفاف، عندي dry، عندي جفاف. dry season اللي هو موسم الجفاف بيستمر لوقت كبير جدا lasts for half of
the year يعني بيستمر لمنتصف تقريبا السنة. without يعني من غير rainfall من غير المطرة تسقط. ورغم كده الأكيشا تري بتقدر تعيش، لكن هنا معظم الوقت بيبقى الجو هناك rainy يعني ممطر، ورغم كده بتقدر تعيش هناك. هنتكلم بالتفصيل عن الشجر ده. اول شجره هنتكلم عنها اللي هي الاكيشا تري. يبقى اول شجره هنتكلم عنها هي الاكيشا تري هي umbrella shaped tree، يعني هي شجره شبه كده الايه، شبه الشمسيه، منظرها عامل زي الشمسيه. هي الاكيشا تري، دي صوره الاكيشا تري. طب بتعيش فين؟ الهابيتات بتاعتها الساذرن افريكان سافانا، يعني جنوب افريقيا، يعني غابات السافانا اللي موجودة فين؟ في جنوب افريقيا، اسمها سافانا يعني غابات السافانا. هي باللغة العربية سافانا، لكن باللغة الإنجليزية اسمها سافانا. طب هي عندها حاجتين: structural adaptation يعني تكيف في ايه؟ في تركيبها، حاجة ربنا خلقها. اول حاجة في الستراكشوال ادابتيشن اللي هو الليفز، اوراقها. الاوراق بتاعتها هي tiny leaves، اوراق صغيرة جدا. grow بتنمو on the top of the tree، بتنمو على الشجرة من فوق. طب ليه هي صغيرة كده؟ tiny صغيرة لان كل ما تكون صغيرة كل ما تحتفظ بالمية اكتر. to help them عشان تساعدهم. hold in water يعني ايه hold in water؟ يعني تحتفظ بالمية. وفي نفس الوقت هي ليه في التوب فوق قوي كده هو؟ عشان ان هي تكون مباشرة لضوء الشمس، وبالتالي تقدر تعمل غذائها. فتقدر ان هي absorbing sunlight ان هي تمتص ضوء الشمس. needed اللي انا هحتاجه to make food وتعمل الاكل بتاعها. وهلاقي عندها فوق برضو في ايه؟ في there are يوجد sharp spines يعني في شوك كده اهو، الشوك في شوك. طب الشوك ده ليه فيه سباينز؟ عشان يمنع الحيوانات، يعمل prevent للانيمالز from eating these leaves، يمنع الحيوانات ان هم ياكلوا الورق بتاعها، لان هي محتاجه الورق عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل فوتوسينثيز وتعمل يعني تعمل عمليه البناء الضوئي وتعمل الغذاء بتاعها. يبقى there are sharp spines يعني في شوك around the leaves حوالين الايه؟ حوالين الورق. طب ليه وظيفته ليه؟ عشان لما يجي يقول لي give reason، قول لي السبب. to prevent animals from eating these leaves عشان ولا حيوان يقدر يقرب ياكل الايه؟ الورق اللي هو الايه؟ التايني الصغير ده اللي انا بستخدمه في الفوتوسينثيز يعني في عمليه البناء الضوئي عشان ايه؟ make food اعمل الاكل بتاعي. طب تعالوا بقى للترانك اللي هو جسم الشجره. نتكلم بقى عن الترانك a very long trunk، يعني جسمها الجسم ده هنا كده بيبقى طويل جدا، بالتالي هيرفع الشجرة فوق قوي والحيوانات مش هتقدر ان هي توصل للأوراق للليفز. a very long trunk so most animals except ما عدا مين بقى؟ ما عدا الزرافة لان هي طويلة قوي فهتعرف توصل. جيراف الزرافة can't reach its leaves to feed on، يعني الحيوانات مش هتقدر توصل، معظم الحيوانات so most animals معظم الحيوانات ما عدا مين؟ except مين؟ except الجيراف الزرافة can't reach its leaves مش هتقدر توصل للايه؟ للليفز to feed on عشان تتغذى عليها. يبقى معظم الحيوانات مش هتقدر توصل، معظم most animals can't reach، يبقى most animals can't reach except مين؟ جيراف الزرافة بس هي اللي هتقدر تطلع وتتغذى لان هي طويلة. طب the trunk لو خدنا بالنا من الترانك، احنا عارفين ان الاكيشا تري موجودة فين؟ في السافانا، والسافانا هناك الجو مفهوش ايه؟ مفهوش مطره كتير وما عنديش ميه كتير، فبالتالي هي محتاجه لما الموسم اللي يبقى فيه ميه تخزن فيه ميه. زي فكره ايه؟ زي فكره الهامب، فكرة السنمة اللي موجودة فين؟ في الكامل. الجمل بيكون عنده سنمة، السنمة دي بتخزن لي الدهون عشان في الصحراء ما بيكونش فيه ايه؟ ما بيكونش فيه اكل كتير، فتخزن لي الدهون دي عشان لما تحتاجها ويجوع الجمل تلاقيها. ف the trunk in acacia tree stores water يعني هيخزن ميه عشان احنا قلنا ان هناك مفيش مطره كتير. زي فكرة ايه؟ زي فكرة the hump in the camel، فين؟ في الجمل. زي السنمة اللي موجودة فين؟ في الكامل. stores اللي بيخزن فيها الفات.
طب تعالوا نتكلم عن الروت. احنا كل ده في الاستراكشرال ادابتيشن، في التكيف الايه التركيبي، الحاجه اللي في تركيبها اللي ربنا خلقها. الروت بتاعتها هنلاقيها ان هي لونج برضو a very long root. ومش كده وبس، ده احنا هنقول عليها تاب روت، يعني جذور قوية داعمة. يبقى هنقول عليها تاب روت. يبقى الروت بتاعت الاكيشيا تري اسمها تاب روت. ليه بقى؟ that grows عشان هي بتنمو directly بشكل مباشر كده downward تحت في الارض. ليه بقى؟ to search for water عشان تدور على المية. وبتنزل بقى لغاية كام متر بقى تحت؟ 35 meters below، يعني نازلة بعمق 35 متر. عشان ايه؟ عشان تدور على المية. فانا محتاجة جدر طويل، الروت بتاعي يكون long، يكون طويل، عشان انزل ادور على الايه؟ على المية. نيجي بعد كده للبيهيفيرال ادابتيشن، يعني التكيف الايه السلوكي. حاجه في سلوكها، حاجه بتعملها عشان تقدر تعيش في البيئة الصعبة. أول حاجة إن هي بتدافع عن نفسها. الأكيشيا تري can defend itself، تدافع عن نفسها إزاي؟ أول حاجة it produce a poison، يعني هتنتج سم. produce a poison، تنتج سم. طب امتى هتنتجه كده عمال على بطال كده مؤذية هي؟ لأ. when an animal begins eating its leaves، لما يبقى في animal يبدأ ان هو ياكل الورق بتاعها، هتبدأ ان هي تعمل له سم. لا، ابعد من هنا بقى. وهتخلي طعم الورق ده ايه؟ to make the leaves taste very bad، تخلي بقى الطعم بتاع الورق سيء جدا. to keep this animal away، عشان تخلي بقى الحيوان ده يروح بعيد. يبقى هي هتحمي نفسها ان هي produce a poison. امتى بقى هتطلع السم ده عمال على بطال؟ لا، when an animal begins eating its leaves، لما حيوان يجي ياكل الورق بتاعها. to make the leaves taste very bad، عشان تخلي بقى طعم الورق وحش جدا. هتكتفي بكده؟ لا، دي كمان هتروح تبعت message، send message في الويند، في الرياح، عشان تحذر ايه بقى؟ الشجر اللي جنبها. دي طيبة قوي بقى. طب ده سبحان الله، تحس ان حتى الشجرة سبحان الله يعني فيها ذكاء، ان هي تنتج سم وفي نفس الوقت تبعت رسائل لاصحابها الشجر تقول لهم ده في حيوانات في حيوان هيجي ياكلكم، فخلوا بقى، فخلي بقى. فابداع الخالق سبحان الله حتى في النبات. it sends، هتبعت a smelly message، يعني smell يعني شم، فلما اقول smelly message يعني رسالة ليها ريحة. a smelly message in the wind، في الرياح. to warn يعني تحذر مين بقى؟ other acacia trees، الشجر الايه التاني الnear by اللي جنبها. telling them، هتقول لهم بقى ايه؟ to start making the same poison، اعملوا السم زي نفس السم بتاعي. make the same poison. ندخل بقى على الكي بوك تري. كي بوك تري هي umbrella shaped tree برضو، عاملة زي ايه؟ عاملة زي شكلها عامل زي الامبريلا اللي هي الشمسية. طب هي برضو بتتكيف ان هي تعيش في بيئتها الصعبة. احنا قلنا ايه بيئتها الصعبة؟ ان هي عندها rainy، الجو هناك rainy يعني ممطر معظم السنة. فهي هتتكيف بطريقة ان هي تقدر تعيش في الجو ده. طبعا هي عايشة فين بقى؟ قلنا في الامازون رين فورست اوف برازيل. في الاستراكشر ادابتيشن هنتكلم عن الليفز الأوراق، وهنتكلم عن الروتس. هنلاقي ان الليفز هنا الأوراق شبه الهاند، hand shaped leaves، يعني شبه الهاند الأوراق. with بإيه بقى؟ narrow parts، والأجزاء اللي هنا كده الضيقة. ليه؟ عشان تسمح للهواء إنه يمر بسهولة. to allow wind to move more gently، عشان تخلي الهواء يمر gently يعني بلطف. through من خلال the leaves، من خلال الورق. without tearing them، من غير من هو ايه بقى يقطعهم كده. نيجي للروت. الروت بقى بتاعتي، ركز بقى في الجزء بتاع الروت. احنا ادينا اسم للروت هناك في الاكيشيا تري، هنا برضو هندي للروت اسم.
ركز بقى معايا. large white roots called اسمها buttress root. يعني ايه buttress root؟ يعني الروتس هنا داعمة بقى، بتدعم الشجرة. buttress root are not planted deeply in the ground، يعني هي مش نازلة تحت في الأرض بعمق، ما هي في مطرة كتير فمش محتاجة ان هي تنزل بعمق. طب بتعمل ايه in the ground؟ هي مش في الأرض. طب فين؟ الروتس هتطلع وتمتد على الترانك، على الجذع اللي هو جسم الشجرة. to hold the tree، عشان ايه؟ تمسك كده الشجرة فين بقى؟ firmly يعني بثبات، وتبقى داعمة. buttress roots تبقى داعمة للشجرة، هتنمو على الترانك، هتنمو على الايه؟ على الترانك. فالباتريس روت هلاقيها ايه؟ طالعة لفوق كده تقريبا 5 متر 5 meters above the ground، فوق الارض، 5 متر فوق الارض. نيجي بقى للبيهيفيرال ادابتيشن، يعني التكيف اللي بيكون في السلوك. الكاي بوك تري هاز عندها delicious smelling flowers، يعني عندها الوردة بتاعتها اللي بتكون في الشجرة بيكون ريحتها جميلة طيبة. ليه بقى؟ to send message through wind to attract bats towards it، عشان تخلي الباتس تيجي ليها، يبقى هي ريحتها حلوة فتخلي الباتس تيجي ليها. نيجي بقى نتكلم عن السيدز، يعني البذرة. الكاي بوك تري عندها has fluffy yellow seeds، يعني السيدز بتاعتها fluffy يعني ناعمة ولونها أصفر. to be easily carried by wind across the forest، عشان تتشال بسهولة كده في الرياح تشيلها بسهولة من مكان لمكان. احنا عارفين ان السيدز دي بتكون مسؤولة عن ان هي تطلع شجر جديد، فانا محتاجة السيدز تتنقل في مكان تاني بحيث ان هي تدي شجرة جديدة في المكان الجديد ده. فبالتالي لازم تبقى ايه؟ تبقى خفيفة عشان الرياح تحملها لمكان تاني وتطلع تدي شجرة جديدة. هنا بيقولي check your understanding، يعني كده افحص لي كده انت فاهم ولا لا، وريني انت فاهم ولا لا، عن طريق ان انت تاخد الإجابة الصحيحة correct answer. بيقول لي أول حاجة sending a smelly message from acacia tree to warn other acacia trees is considered، وعامل لي سبيس adaptation، يعني ان شجرة الاكيشا بتبعت رسائل للشجر اللي جنبها عشان تحذرهم وتقول لهم ان في حيوان جاي ياكلهم. ده بنقول عليه ايه؟ structural ولا behavioral؟ طبعا بنقول عليه behavioral، فنقول only behavioral. ده تكيف سلوكي، حاجة في سلوكها مش في تركيبها. نيجي بقى للstructural adaptation of K book tree is that. ايه بقى الستراكشرال ادابتيشن في اللي جاي ده؟ حاجة بقى في التركيب. it has fluffy yellow seeds، عندها fluffy yellow seeds. لا، احنا الجزء ده كان behavioral adaptation. ولا it has sharp spines around its leaves؟ لا، الشارب spines دي كانت في الاكيشا تري مش في الكي بوك. طب عندها باتريس روت ولا عندها تاب روت؟ لا، خلي بالك التاب روت ده كان بتاع الاكيشا، لكن الاستراكشرال ادابتيشن بتاع الكي بوك اللي هو الباتريس روت. شفت الفرق؟ هي عندها باتريس روت، لكن التاب روت كان بتاع مين؟ كان بتاع الاكيشا تري. كانت معاكم مس إسراء غريب، والسلام عليكم ورحمة الله.